بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج محكمات. نقف اليوم مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سياق الدلالة على محكمات هذا الكتاب وعلى قواعده وقطعياته، وهي الآية 185 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية تؤكد لنا كذلك من الأشياء التي هي من الحقائق حقيقة التي لا ينكرها أحد، هي حقيقة الموت. هذه الحقيقة المجردة التي ربما يختلف الناس حول ما قبلها، وقد يختلفون حول ما بعد هذا الموت من مصير ومآل، بين من يرى أن ما بعد الموت حياة أخرى وسؤال وجنة ونار ومسؤولية، وبين من يرى أن هذا الموت هو نهاية المطاف، وبالتالي لا يضع لهذا الموت اعتبارا كبيرا، لأنه لا يرى أن هذه نهاية لحياة وخلاص، ليس هنالك شيء بعدها. وهؤلاء طبعا يتصفون بالعبثية والعدمية، ويرون بأن كأنما الله تبارك وتعالى خلق الخلق بلا معنى، والله عز وجل نفى هذا الأمر كما قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقرر حقيقة مهمة جدا، وهي قوله: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وهنا طبعا نلاحظ بأن الأنفس يدخل فيها البشر، ويدخل فيها الجان، ويدخل فيها كذلك عوالم الملائكة، وتدخل فيها عوالم الأشياء، كلها يطلق عليها الأنفس. فكل نفس ستموت، وهذه مسلمة، وهذه بديهية، لا أقول مسلمة، إنما هي بديهية من البديهيات. الكل يقر بأننا سنموت، وجاء في سياقات كثيرة جدا مع أنها مقررة هذه الحقيقة، الله عز وجل يكرر هذا ويؤكدها، ليس لأن الناس يجهلونها، ولكن ليقول بأن هنالك شيء بعدها. إنك ميت وإنهم ميتون، يعني نحن سنموت كما مات من قبلنا أناس كثر. إنك ميت وإنهم ميتون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذه الحقيقة العظيمة، هذه الحقيقة الكبرى، مقررة بطبيعة الحال في كتاب الله باعتبارها من البديهيات التي نعرفها. ولكن أين تكمن عظمة هذا الموت؟ هذا الموت عظمته ليس في خروج النفس من الجسد، وخروج الروح من الجسد، ومفارقة الأنفس والأرواح لأبداننا. صحيح هذه عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، فالموت له سكرته. ولكن هذه الآية ذكرت معنى مهم جدا، وهو كأنما للموت مذاق. كل نفس ذائقة الموت، إذن له طعم وله مذاق. وبلا شك أيها الإخوة والأخوات، إن للموت طعما، إن للموت طعما. هذا الطعم ربما كان جميلا وسهلا وميسورا لأهل الإيمان وأهل التقوى، وربما كان هذا المذاق مرا حنظلا لأهل الكفر والشقاق والنفاق. إذن له مذاق، وكل سيذوق هذا الموت، سيذوقه بطريقته. وهنالك حالات أخبر فيها الشارع بأن الناس يقل شعورهم، أو تكون حالة المذاق حالة جميلة كالشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للشهيد: الموت له كقرصة النملة، أي أنها بسيطة وتمر. لكن بقية الناس فقد أخبر الشارع بأن الموت ولحظة استحضار هذا الموت وحضور ملائكة الله الذين كلفهم بالموت، وتحت ولاية وإشراف ملك الموت، هؤلاء
يأتون للناس وحينها يراهم الإنسان قبل موته ويدرك تماما هل مآله إلى خير أم مآله إلى غير ذلك، والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستبشرون برؤية ملائكة الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. لحظة تنزل الملائكة هذه من اللحظات الجميلة والعظيمة لأهل الإيمان والإسلام. كل نفس ذائقة الموت، فالموت له ذوق ومذاق وله طعم، ولكن بعد ذلك ما هي الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها كمسلمة من المسلمات الإيمانية؟ وهي أنها مثبتة في كتاب الله ومثبتة في الوحي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الوفاء الكامل في ثواب أعمالنا. صحيح في الدنيا من يعمل خيرا أيضا يجد خير، ومن يعمل شرا يجد شرا والعياذ في هذه الدنيا. فأصحاب الخير ينعم الله عليهم ويؤتيهم الخير، يؤتيهم الطمأنينة والسكينة ويرزقهم الرزق الحلال ويوفقهم في حياتهم، على كل لهم ثواب شيء من أعمالهم. لكن الثواب الأكبر، الوفاء الأكبر، الجزاء الأكبر لأعمالنا والأجور العظيمة هي في الآخرة. وكل ما نحصل عليه من بعض ما ينعم الله به علينا في دنيانا فهو مصحوب بالأحزان والهموم والغموم، وهي ناقصة. حتى شعورنا ونحن في قمة النعم، شعورنا بأنه والله هذه النعم زائلة يشعرنا بالنقصان. لكن الله عز وجل كأنه قال: وإنما، كأنما والله مسألة الوفاء للأجور حصرها في الآخرة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يوم القيامة هذا اليوم الذي تحدثنا عنه كثيرا، يوم القيامة فيه الوفاء بالأعمال. أعمالنا التي نعملها في هذه الدنيا سواء خير أم شر، فإن الجزاء الأوفى لها والجزاء الأمثل لها والجزاء الذي نرجوه جميعا هو في يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن جميعنا هنا من منطق المسؤولية ننتظر هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، ونخضع جميعا لله الواحد القهار، ويقول فيه رب الملك رب الأرض والسماوات لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم العظيم فيه الوفاء، وتوضع الموازين وتبسط الصحف، ويقرأ كل واحد منا كتابه. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله بطبيعة الحال فهذه طبعا نسأل الله أن يقينا إياها. فعلى كل الناس يومئذ تتطاير الصحف ويقرأ في الأشهاد أسماء الناس. ومن أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، والعياذ بالله. إذن هذا المصير الذي سنذهب إليه. وبالتالي ما ترسله هذه الآية، الموت حقيقة نعرفها، ولكن عليك أن تعرف كالموت تماما وتوقن بأن هنالك جزاء، وأن هنالك حساب، وأن هنالك جنة أو نار. هذا ما نريد أن نؤكده في هذه الآية على وجه التحديد: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن المسلمة الأولى حقيقة الموت، أو البديهية الأولى حقيقة الموت. المسلمة الثانية هي أن الإنسان يجازى بأعماله في الآخرة، يجازى بأعماله في الآخرة. الحقيقة الثالثة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا تقرر هذه الآية معنى مهم جدا، معنى الفلاح، معنى الفوز، معنى النجاح، معنى النجاة. هذا المعنى لن يكون على صورته الحقيقية إلا بأن تزحزح من النار وتدخل جنة الله تبارك وتعالى. إذن القرآن ينقلك إلى معنى سامي، معنى مهم، معنى جميل. أنت يمكن أن تعتبر والله الفوز في الفوز الرياضي، الفوز بمهنة من المهن، الفوز في المدرسة، الفوز في الجامعة، الفوز في الحالات الرياضية، الفوز بأنك والله تتزوج بامرأة أحببتها، الفوز بأنك أنت نجحت في مشروع تجاري. هذه كلها
لا ننفي عنها معنى النجاح ومعنى أنك أنت فعلا استطعت أن تحصل على شيء من اجتهادك وجدك، ومن كد وجد ومن استراح راح، لكن ننقلك إلى معنى أهم، وأنت تنظر إلى هذا الفوز المحدود والنجاح المحدود يجب أن لا يلهيك ولا يشغلك عن المعنى الأصيل للفوز والمعنى الأصيل للفلاح. النجاح والفلاح الحقيقي هو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. وهنا معنى لطيف جدا، كأنما أنت في دنياك كنت في حالة صعبة، كأنما كنت في نار، وكأنما زحزحت بأعمالك الصالحة. كل عمل صالح أزاحك من النار شبرا، أزاحك من النار مترا، أزاحك من النار ميلا، وهكذا إلى أن نجوت من النار ودخلت الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة، ربما بعض الناس والعياذ بالله يظن أنه في حالة ما شاء الله من الراحة والسعة في الرزق والسعة في المال والسعة في الأولاد والسعة في العافية، فينسيه ذلك الآخرة ويركن إلى هذه الدنيا ويحب العاجلة. والله عز وجل ذكر بأن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني هذه الحياة التي أنتم فيها متعنا الكثيرة، متعة النساء، متعة المال، متعة المتعة الوظيفية، المتعة المالية، المتعة حتى ما يمكن أن نحصل عليه ماديا، ومع كل هذه الأشكال من المتعة المختلفة. الله عز وجل يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع، ولكنه ليس متاعا عاديا، ولكن متاع خادع، متاع لا يعطيك الحقيقة، متاع الغرور، بمعنى يشغلك عما هو أولى، أو يلهيك عما هو أولى، أو يجعلك تركن إلى ما هو الأسفل عما هو الأعلى المطلوب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أدرك حقيقة الموت واستعد لما بعد الموت، وجعلنا من أهل الجنة، ولم يجعلنا ممن ركنوا إلى هذه الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.